العقارب شكلها يخوف، خطر من قدام وخطر من ورا، وما تنساش السم. بس العقارب من أقدم الكائنات على الأرض، واللي شافته ما كانش شوية. والجديد بقى إن العقارب ممكن تنقذ حياة إنسان. يعني نغمة سلفتي ومرات ابني العقربة دي لازم تتغير. تعالوا نتكلم شوية عن العقارب. العقارب بتنتمي لفصيلة اسمها أراكينايتس أو المفصليات، ودي بتضم مع العقارب كذا نوع كمان منها العناكب، وموجودين على الأرض بقالهم 450 مليون سنة. وأقدم حفرية العقرب عمرها 430 مليون سنة في العصر السيلوري. وبعض الفصائل كانت بتعيش في المية وطولها كان بيوصل ل5 متر، وكانت بتاكل السمك. والحمد لله الفصائل دي مش موجودة دلوقتي. في العصر الديفوني لما الحياة ابتدت تخرج من المية لليابس، بعض أنواع العقارب خرجت معاها، وعدى عليها الموت البرمي العظيم اللي خلى 90% من الأنواع تنقرض. وعدى عليها عصور جليدية كتير، والديناصورات اللي هي أشرس مفترسات في تاريخ الأرض، وكمان الكويكب اللي قضى على الديناصورات عدت منه، ومكملة النهاردة وبتنوع. في أكتر من 2700 نوع عقارب عايش معانا على الأرض، بيعيشوا في الصحراء والغابات والمناطق الجبلية، وبيعيشوا في أي مكان على الأرض ما عدا القطبين. يعني العقارب واحدة من أساتذة البقاء في تاريخ الحياة على الأرض. معروف إن العقارب سامة، بس معظم الأنواع السم بتاعها مش هيقتل إنسان، بس هيزعلك جامد. سم العقرب بيهاجم الجهاز العصبي، بيخلي كل عصب في الجسم عامل زي سلك الكهرباء اما يتحرق. السم جواه بروتين اسمه بيبتايدز، دي بتلخبط الإشارات اللي بتبعتها الأعصاب للمخ، وبتزود ضربات القلب وضغط الدم، وبتعمل تشنجات وحركات لا إرادية. ونقطة سم واحدة كفاية إنها تعمل كل ده. سم العقرب مش مركب كيميائي واحد، ده بيبقى كوكتيل سموم في بعض. بيبقى فيه حوالي 250 مركب بيكونوا السم بتاعها، منها اللي بيشتغل على الجهاز العصبي بتاع القوارض زي الفئران، ومنها اللي بيشتغل على الحشرات عشان مفيش أي فريسة تفلت من السم بتاعها. يعني مش مهم اللي قدامه إنسان ولا فار ولا حشرة، السم بتاعها جواه المركب اللي هيأذي كل واحد فيهم. حيوان واحد بس هو اللي علم على سم العقرب وعنده مناعة منه، اسمه فار الجندب، وده بياكل العقارب. الجهاز العصبي بتاعه بيعرف يقاوم سم العقرب، وده يوصلنا لأول فايدة ممكن ناخدها من العقارب. احنا لو فهمنا ازاي فار الجندب ده بيقاوم السم وألم الأعصاب، وإيه هي المركبات اللي بيفرزها عشان يقاوم الألم، ممكن احنا كبشر بعد كده نعمل عقار من المركبات دي ونستغنى بيه عن المسكنات. ومش هي دي بس الفايدة الوحيدة. الباحثين في مرض السرطان اكتشفوا ان واحد من المركبات اللي موجودة في سم العقرب بيساعد في علاج سرطان المخ. لما جراحين الأورام بييجوا يشيلوا ورم من المخ، ما بيعرفوش أنهي الخلايا المصابة بالسرطان عشان يشيلوها وأنهي السليمة. أحيانا بيكون الاتنين شبه بعض. فالباحثين اكتشفوا مركب اسمه كلوروتوكسين موجود في سم العقرب، وده مش مضر للإنسان، بيدخل يرتبط بالخلايا السرطانية ويجمعها مع بعض، وده بيسهل للجراحين إزالتها. يعني العقرب اللي ربنا خلقه من 450 مليون سنة وعدى بكمية كوارث مهولة وما عندوش مشكلة انه يرزعك شكة تبوظ جهازك العصبي، قادر كمان في المستقبل انه ينقذ حياة ناس كتير. ودي تنفع إجابة على سؤال كلنا سألناه: هو ربنا ليه خلق الكائنات المؤذية دي؟ عشان ورا الجانب المؤذي بتاعها كل يوم بنكتشف فوائد ليها كانت خفية بالنسبة لنا. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.